في ظل الظروف اللي بتحصل حوالينا بيجي في بال كل راجل متجوز او مش متجوز، هو ازاي هيأمن مستقبل عياله، او على الاقل ازاي هيسيب لهم فلوس او حاجه يقدروا يبداوا بيها حياتهم لما يوصلوا لسن العشرينات. وحاجه كويسه جدا ان انت تفكر لاولادك في حاجه زي دي، وخصوصا كمان ان مفيش حد ضامن بكره سواء انت معاك ممتلكات النهارده او لا. ولمعظم الناس ان مفيش حاجه تعيبك ان انت يبقاش عندك ممتلكات، شقه، عربيه، فلوس في البنك، اي حاجه من الكلام ده كله، ده شيء ما يعيبكش. ولكن انت بتبص شويه قدام لاولادك عشان ممكن تسيب لهم حاجه، او انت خايف مثلا لما يوصلوا ل 20 ايه هيبقى حال البلد وايه هيبقى حال العصر كله عموما. فالنهارده هقول لك على حل حلو وفي نفس الوقت اقتراح ممكن تفكر فيه وتغيره براحتك. والجميل في الحل ده او الاقتراح ده ان هو مش هيأذيك في حياتك قوي او مش هيخليك تخاطر في حاجه في حياتك. انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتمشي نفسك على عاده معينه كل شهر للمدى الطويل قوي. يعني المدى الطويل ده احنا ممكن نتكلم في 10 20 سنه ان شاء الله، ربنا يدينا طول العمر ونشوف يعني الفيديو ده لما يجي يوصل بعد 20 سنه هتكتب لي كومنت ولا لا. فهو للمدى الطويل قوي، ولكن صدقني سواء بالسلب او بالايجاب هو يفرق مع اولادك جدا ان شاء الله، او مع اولادنا بقى باذن الله، ربنا يرزقنا جميعا. ولكن تنويه كل فيديو بتكلم فيه عن الاستثمار ده مش اجبار ان انت تروح تعمله، ده مجرد اقتراح انت ممكن تشوفه وتعمل الريسيرش بتاعك وتغير براحتك فيه على حسب امكانياتك وعلى حسب اللي يهمك منها وعلى حسب اللي هيناسبك. وايوه انا مش متجوز ونفسي اتجوز، وانا مش مخلف ونفسي اخلف، ولكن ما يعيبنيش او ما يعيبكش ان انت تسمع مني حاجه ممكن تفيدك بعدين، او ان انت ممكن تبقى تايهه عن نظرك شويه، او ممكن ان هي ما فكرتش فيها او ما جاتش على بالك. فخلينا نشوف فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ايه بالتفاصيل كلها وبالخطوات. فالمهم خلينا نبدا الفيديو بالدعاء ده: اللهم اني لا اصلح للفقر ولا الفقر يصلح لي، اللهم اغنني من فضلك. انا مصطفى ودي صورتي. لو حابب تحجز استشاره ماليه او رد فعل على كل استفساراتك ونتكلم فيها مع بعض عن خطتك الماليه، هسيب لك لينك تحت الموقع ممكن تحجز الاستشاره بتاعتك. ولو انت مش حابب تحجز استشاره ممكن تشوف الفيديوهات المجانيه، ده مش اجبار، او انا مش هجيت كيب معلومه عليك او مش هخبي عليك معلومه عشان تحجز معايا. انا مش بحب الموضوع ده، ولكن المحتوى المدفوع بيدعم المحتوى المجاني. فلو انت تقدر تدعمني باي حاجه يبقى كتر خيرك. لو مش قادر تدعمني ممكن اللايك والشير او السبسكرايب، دول هيفيدوني جدا. يلا بينا نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم. يلا بسم الله. احنا هنبدا النهارده هندي المثال بتاعنا ان انت شخص متجوز عندك طفلين، سواء بنت او ولد مش هتفرق كتير، لكن عندك طفلين. ما رضيتش اقول لك طفل واحد عشان الموضوع يبقى رياليستيك شويه. وفي مثالنا النهارده الطفل ده هيبقى عمره سنه، ولكن انت لو لسه هتخلف عادي هيبقى قبل كده، هيبقى زي الفل قوي. انا بقول لك كل ده ليه؟ عشان اولا تعيش معايا الاجواء كده، ثانيا عشان تقيس المثال اللي انا هقوله النهارده على حياتك وتطبق اللي تعرف تطبقه منه. فيلا بينا نبدا على الخطوه الاولى. فتح حساب الوساطه ده سواء هتفتحها في ثاندر او في اي حساب وساطه تاني او شركه وساطه تانيه موجوده في مصر، مش مشكله، المهم ان انت تفتح حسابه خلاص. سواء بقى هتفتحه باسمك او باسم مراتك، ولكن انا انصحك ان انت تفتحه باسمك. ليه؟ عشان الموضوع اللي انت هتشتغل عليه ده لازم انت اللي تعمله بنفسك، وهتعمله كده لمده 20 سنه. ولو انت بتتفرجي على الفيديو ده لاولادك فاعملي الحساب ده باسمك. لو انت هتقدري برضو تعملي الكلام ده لمده 20 سنه او 10 سنين، ربنا يدينا طول العمر ان شاء الله. كل حاجه اقولها النهارده هتبقى ان شاء الله عشان كل حاجه تبقى في المستقبل البعيد قوي. فاللي عايز يفتحه باسمه عشان هو اللي هيكمل باقي الاجراءات بتاعت كل حاجه بعد كده. وطبعا مش هتقدر تفتح الحساب باسم ابنك او بنتك، لان كل اللي هيبقى حيلتهم هو شهاده الميلاد. مش هتقدر تعمل اي حاجه لان انت محتاج بطاقه ولازم تبقى اكتر من 18 سنه. طيب يا مصطفى افرض انا اصلا عندي حساب في ثاندر، هقول لك مش مشكله، روح افتح في تلدا، روح افتح في اي شركه وساطه تانية. وبالمناسبه فيديو عن تلدا هننزله قريب هيبقى قوي جدا جدا جدا، بشرح فيه تلدا انفست بالكامل، فاستنوا الفيديو ده ان شاء الله هينزل قريب. بس خلينا نتكلم في الموضوع ده الاساسي، ان انت عادي لو انت عندك حساب في ثاندر مثلا ورحت فتحت حساب في تلدا بنفس بطاقتك بنفس الكود الموحد بتاعك، ما تقلقش، لان نفس الكود الموحد بتاعك هيبقى موجود في البورصه، لانه هو بنفس رقم البطاقه. زي ما احنا اتعودنا في الفيديوهات اللي فاتت ان رقم الموحد ده او الكود الموحد بتاعك ده يعتبر هو رقم بطاقتك جوه البورصه، ده اللي انت تقدر تتحكم باملاكك بيه، تغير شركه الوساطه بتاعتك فيه، وعيالك يورثوا منك بعد عمر طويل ان شاء الله. فكل حاجه بتبقى محسوبه بالورقه والقلم من مصر المقصه، وكل حاجه انت ممكن تروح تشوفها وتستفسر عنها بنفسك وتعمل ريسيرش بتاعك. انا بقول لك كل الكلام ده عشان ما تحسش ان انت تايه، ما تحسش ان انت في حاجه ناقصاك. فانت لو انت فاتح اوريدي في ثاندر بتعمل استثماراتك، خليه لنفسك وروح افتح حساب تاني لوحده لاولادك او للخطه اللي احنا هنعملها النهارده. المهم ان انت تفتح حساب منفصل بغض النظر عن ايا كانت شركه الوساطه اللي انت تفتح فيها دي. ولو انت هتسالني عن اقتراحي الشخصي انا هقول لك تلدا، لانه هيبقى سهل وبرده اليو اي بتاعه لطيف. هنشوف كل الكلام ده زي ما قلت من شويه في الفيديو. ودي كده الخطوه الاولى اللي احنا بنقول بيها بسم الله. بص بقى في الخطوه دي انا مش عايزك ان انت تبقى شديد على نفسك او قاسي على نفسك جدا، لان الموضوع ده زي ما قلت من شويه ان احنا هنقعد عليه مده طويله جدا. فانت ما ينفعش تبقى قاسي على نفسك عشان تقدر تستحمل وتسستين الموضوع ده لمده طويله. فتحديد الميزانيه دي انت مش لازم تبقى قليل قوي او مش لازم تبقى قاسي قوي بحيث ان انت تقدر تكمل. ولو انت سالتني عن اقتراح الشخصي انا اقول لك في اقتراحين او طريقتين. اول طريقه ان انت تحط مبلغ ثابت او تربط الموضوع ده بمبلغ ثابت بتحطه كل شهر، بغض النظر عن ظروف البلد وبغض النظر عن ظروف الاقتصاد وبغض النظر عن ظروف اي حاجه، انت
تحط المبلغ ده كل شهر. يعني انت مثلا بتقبض 10000 جنيه وعايز تحط 500 جنيه، فانت حطيت كده مبلغ ثابت اللي هو كام؟ اللي هو 500 جنيه، فانت هتحط 500 جنيه كل شهر في الحساب بتاع الوساطه بتاعك ده اللي احنا لسه فاتحينه من شويه. الطريقه الثانيه بقى ان انت تربط الموضوع ده بنسبه معينه. يعني مثلا انت برضو بتقبض 10000 جنيه، ولكن انت عايز تحط 5% من دخلك، ايا كان دخلك هيبقى عامل ازاي الفتره الجايه دي كلها. فلو مثلا كنت 10000 جنيه وعايز تحط 5%، فانت هتحط 500 جنيه. ربنا رزقك ولقيت شغل بقى بيديك 20000 جنيه، فانت كده هتحط 1000 جنيه كل شهر. عايز تربط الموضوع بمبلغ ثابت، انت قدامك الطريقتين، انت تختار اللي انت عايزه براحتك. ولكن لو انت موظف، انت ممكن تربطها بمبلغ ثابت بغض النظر عن الراتب بتاعك. يعني انت مثلا مرتبك زي ما قلت من شويه 10000 جنيه، فانت هتحط 500 جنيه. مرتبك بقى 20000 جنيه، عايز تحط 1000 جنيه حط، عايز تفضل على 500 جنيه خليك. مرتبك ب 40000 جنيه ان شاء الله، عايز تحط 10000 جنيه حط براحتك. انت المهم ان انت تثبت على الحاجه دي للشهور كلها قدام، ما تبطلهاش. ولو انت فريلانسر او مثلا صانع محتوى او انفلونسر او اي حاجه من الحاجات اللي ملهاش دخل ثابت كل شهر او ممكن يبقى طالع ونازل طول السنه، فانصحك ان انت تحط نسبه من المبلغ بتاعك شهريا او نسبه من الدخل الشهري بتاعك شهريا كده تحطهم لاولادك في المحفظه بتاعتهم. فلو مثلا انت صانع محتوى زي حالاتي مثلا بتجيب لك في الشهر 30000 جنيه، فال 30000 جنيه دول مش ثابتين كل شهر. انت ممكن يبقى 30000 جنيه الشهر ده، 15000 جنيه الشهر الجاي، 20000 جنيه الشهر اللي بعده. فانت حط نسبه معينه 5% مثلا ان انت تفضل ماشي عليها. و5% هنا دي مثال، انت ممكن تحط اكتر او اقل، المهم تحط مبلغ. هفضل اقولها كتير، المهم تحط حاجه معينه تفضل ماشي عليها طول الفتره اللي جايه دي كلها. تعملها ازاي؟ ان انت تخليها قانون بالنسبه لك. اول كل شهر الضريبه بتتاخد منك كده، فاتوره بتتاخد منك، ان انت اول لما بتقبض الفلوس او بتاخد الدخل بتاعك على طول اول فاتوره بتروح ان انت بتودي الفلوس دي لحساب ولادك بتحطها، وبعد كده بتشوف باقي مصاريف الشهر بتبقى عامله ازاي. ودي كده الخطوه الثانيه. فخلينا يلا نخش على الخطوه الثالثه. الخطه الاساسيه هنا ان احنا هنلزم نفسنا كل شهر ان احنا نحط المبلغ ده جوه، بغض النظر عن الظروف او بغض النظر عن الرقم اللي انا قلته ده. انت كده كده هتحدد المبلغ ده مع نفسك. يعني لو انت عايز تسمع طريقتي في الفيديو تقول 500 جنيه، 500 جنيه هتبقى حلوه. عايز تحط 200 جنيه، 200 جنيه هتبقى حلوه برده، مش هتبقى وحشه. عايز تحط 1000 جنيه هتبقى برده حلوه. المهم ان هي تتناسب مع الاستمراريه بتاعتك طول المده الطويله دي. والمبلغ اللي احنا حددناه ده هنحطه في حاجات ليها قيمه، لا مش صناديق دخل ثابت، عشان انتوا عارفين موقفي من صناديق الدخل الثابت حتى لو كانت متوافقه مع الشريعه، ان هي مش بتبقى متوافقه مع الشريعه. ولا برده مش صناديق ذهب ولا فضه، عشان انا لقيت الموضوع فعلا فيه خلافيات كتير جدا، فحد الله بيني وبينها انا ما عدتش هقولها وهتبرأ منها كلها، لان انا مش هبقى حمل ان انا اشيل فاتوره حد معايا بسبب ذنب انا قلته او بسبب ترشيح انا قلته كان بسبب جهلي. فالاحسن ان احنا نبعد عن الشبهات امتثالا لحديث سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ان احنا نتقي الشبهات عشان نسلم امام حساب الله. لقول سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعشان الدنيا مش مستاهله ان احنا نمسك فيها، فانا مش هرشح اي حاجه من الكلام ده طول ما انا بعمل فيديوهات ان شاء الله. ولكن احنا النهارده هنركز على صندوقين، انا مش عايزك تفكر غير في الصندوقين دول، ودي نصيحتي. لو انت عايز تفكر في صناديق تانية دي هتبقى حاجه ترجع لك انت، ولكن انا هقوله النهارده في فيديو النهارده هم صندوقين: بيلتون وفره اللي هو BWA، وصندوق CI كابيتال شريعه اللي هو CMS. ولكن انت لو عايز مثلا تختار ASO او تختار صندوق نعيم او تختار صندوق الكنز، عادي كل ده براحتك انت، دي حاجه ترجع لك. بس انا هقول لك النهارده ده حاجه شبه ريفرنس كده تمشي عليه. بس انا اشمعنى قلت الصندوقين دول بالذات؟ زي ما شرحت من فتره وكنت قلت ان في صناديق الاسهم ليها نوعين، نوع بيبقى باسيف او سلبي، ونوع تاني استثماره بيبقى نشط او اكتف. وشرحت الفرق ما بين الباسيف والنشط، او الباسيف اللي هو السلبي والنشط اللي هو الاكتف. وكنت قلت ان النشط بيبقى خطورته اعلى شويه ولكن نسبه ارباحه بتبقى اعلى برضه قصادها، ولكن مش شرط. قصاد ان السلبي بتبقى خطورته اقل وفي نفس الوقت نسبه ارباحه ممكن تبقى اقل، بس برضه مش شرط، لان السنه دي الاثنين عملوا نفس الارباح في نفس السنه. بس الصندوقين دول من وجهه نظري على الورق هم مستقرين اكتر من الصناديق النشطه، فاحنا هنمشي برضو بكلامنا النهارده على الورق عشان نبقى واخدين الوضع الاساسي، الوضع بتاع الاستعداد الاستدي مود. فالصندوقين تاني قبل ما اخش على الخطوه الرابعه هو بيلتون وفره BWA، وصندوق CMS اللي هو CI كابيتال شريعه او CI مصري شريعه. والصندوقين دول بيتبعوا مؤشر EGX 33 شريعه، وهو مؤشر فيه او جواه 33 شركه مطابقين للشريعه الاسلاميه، وده على حسب معايير البورصه المصريه اللي هم ال 12 معيار اللي احنا عارفينهم. ويلا بينا نخش على الخطوه الرابعه. بص، الاستمراريه هنا هي النقطه الاساسيه او الكي المنت في الموضوع كله. للمره الثالثه بقولها في نفس الفيديو، كل اللي عليك تعمله ان انت اول كل شهر هتعمل اللي انا اقول لك عليه ده بالظبط. اول كل شهر انت استلمت المرتب، اول حاجه هتيجي على بالك ان انت تخصم الفلوس دي اللي انت عاملها مبلغ صغير عشان تقدر تستحملها كل شهر. المبلغ الصغير ده انت هتاخده تحطه في حساب ولادك، وما تعملش اي حاجه تاني غير ان انت تشتري في صندوقين، سواء CMS
او بيلتون وفره، او تشتري في الاثنين، او تشتري في الصندوق اللي انت اخترته بمزاجك. ولكن انت لو هتختار ترشيحي انا هختار لك ما بين زي ما قلت من شويه سي ام اس وبي دبليو اي، والاثنين مش هيبقى في فرق كبير بينهم عشان الاثنين على نفس المؤشر بنفس الموازين. المهم ان انت تبقى ماشي طبقا للشريعه. ولكن لو انت بتتفرج على الفيديو ده ومن اخواتنا فانت ممكن تشوف اي حاجه تانية او اي بديل تاني انت ممكن تبقى حابب تستثمر فيه او تحط فلوسك فيه. ولكن يعني ما مش هيضر ان انت تبقى زينا عادي، يعني احنا اخوات يعني. لا لا يعني اكيد احنا اخوات طبعا. المهم هتاخد الفلوس دي تحطها في الصندوقين او في الصندوق اللي انت عايز تختاره. انا مثلا لو هنفترض في المثال بتاع النهارده بي دبليو اي اللي هو بيلتون وفره، وتفضل تعمل كده كل شهر. انت بتشتغل بالاستمراريه بتاعتك لانك انت كل شهر هتحط نفس الفلوس دي. انت ممكن يعدي عليك اكتر من 10 سنين بتعمل نفس الحركه. فربنا يدينا طول العمر يا رب ونشوف الموضوع ده. عارف ان الفيديو ده ممكن نتيجته تيجي بعد 20 سنه، بس احنا مع بعض يعني ان شاء الله. لو ما توفانيش الله يعني هبقى موجود وهستنى الراي بتاعك كمان 20 سنه، فاحنا مع بعض ان شاء الله. الحقيقه ان انت عارف ان صعب قوي ان احنا نحدد نتيجه حاجه زي الاسهم او حاجه زي الاستثمارات بتاعتنا في خلال سنه، ما بالك لو احنا هنحددها كمان 20 سنه. وان الحاجات دي بتبقى اجتهادات مني ومنك ومن اي حد تاني ان هو يقدر يعمل موازنه او يعمل ميزان كده ليه استثماري او محفظه استثماريه تقدر توازن معاه للمدى الطويل. ولكن طبعا لازم ندي مثال او ندي حاجه على الورق عشان تبقى قدامنا، والنتيجه الحقيقيه مش هتبقى بعيده قوي عن الورق، ولكن هيبقى في تقارب سواء بالسلب او بالايجاب. فهنمشي على مثال النهارده اللي انا كنت لسه قايله في اول الفيديو لو انت نسيته، ان انت متجوز وعندك طفلين، الطفلين عندهم سنه. فلو انت في المثال ده وقررت كل شهر ان انت تحط 500 جنيه لمده 20 سنه، يعني اولادك هيبقى عندهم 21 سنه. دي كانت النتيجه. بس قبل ما نقول النتيجه حابب بس اقول لكم كام نقطه. صندوق بي دبليو اي وسي ام اس الاثنين عملوا قرابه ال 62% في السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت للنهارده عملت 62%. ولكن طبعا احنا مش هنقيس مثالنا ان ال 20 سنه كل سنه الصندوق ده بقى بيعمل 60%. احنا هنتكلم على ارقام باقل بكتير جدا من الارقام دي. فهنعمل حاجه اسمها ريت فاريانس او ار او اي فاريانس، ان احنا هنغير الريتيرن بتاعنا كل سنه عن السنه اللي قبلها او السنه المختلفه. وهنعمل 3 كيسز، احسن كيس، اسوأ كيس، والكيس المتوسطه او السيناريو المتوسط. فهنفترض ان احسن الظروف الصندوق ده قعد يعمل 40% كل سنه لمده 20 سنه، ده احسن ظرف. وأسوأ ظرف ان الصندوق ده عمل كل سنه لمده 20 سنه 30%، والظرف المتوسط 35%. طبعا انا بقول كل الكلام ده ليه؟ لان هو في سنه عمل 62%، انت ما تعرفش السنه الجايه ممكن يعمل كام، ولكن معظم الاحيان هيعدي كده كده البنش مارك بتاع الفايده في البنك. فكده كده الموضوع ده بتاعنا هيبقى ممتاز. فكره ان احنا بنحط كل شهر مبلغ ومش عارفين هيبقى كام اخر السنه، ولكن احنا بنعمل فاريانس او بنعمل سيناريو. السيناريو بتاعنا ده مش هيخرج بره الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول، يا 40% في احسن حاله، 30% في اسوأ حاله، 35% في الحاله المتوسطه. ودي ارقام اجتهادات، دي ارقام اجتهادات. المهم كده خلينا ناخد احسن سيناريو. لو انت هتحط كل شهر 500 جنيه في صندوق مثلا بي دبليو اي لمده 20 سنه وهو بيعمل كل سنه 40%، انت متخيل الرقم اللي هيطلع معاك بعد 20 سنه هيبقى كام؟ المبلغ اللي انت هتسيبه لاولادك ان شاء الله في السيناريو الاول هيبقى 39 مليون وربع. ده بجد، ده بجد. انت ممكن تفتح اي كالكوليتر دلوقتي وتشوف ان انت كل سنه بتعمل 40% لمده 20 سنه بتحط 500 جنيه كل شهر، انت هتسيب لاولادك 39 مليون وربع. فاسوأ حاله او اسوأ سيناريو لو انت بدات في 1 مايو 2026 لمده 20 سنه بتحط 500 جنيه كل شهر في صندوق بي دبليو اي، والصندوق ده في اسوأ حاله عمل لك 30% كل سنه، فخلصت في مايو 2046 برضه هتعمل ما يقارب ال 7 مليون 750، او عشان تكون الارقام سهله 7 مليون ونص. والسيناريو المتوسط ان الصندوق ده لو انت هتحط فيه كل شهر 500 جنيه لمده 20 سنه، فهتبدا في مايو 2026 وتخلص في مايو 2046، هتسيب لاولادك. ولو كل سنه الصندوق ده بيعمل 35%، هتسيب لهم في اخر ال 20 سنه في 2046 حوالي 16 مليون جنيه. هو كان 16 مليون 900 وحاجه، فاحنا هنقول ان هم 17 مليون جنيه، يعني ال 10000 جنيه دول هديهم لك من جيبي. خدت بالك من حاجه؟ لا بغض النظر يعني ان انت ممكن كمان 20 سنه، عارف اللي هيقول لي ان كمان 20 سنه الجنيه ممكن ما يبقاش ليه لازمه وممكن نبقى زي مش عارف ايه. بغض النظر عن كل الكلام ده، خدت بالك ان في الثلاث سيناريوهات انت مش خسران حاجه. ال 500 جنيه اللي انت عملناها في المثال دي لو احنا قسناها اليومين دول في الشهر ما تجيبلكش حاجه. كل اللي هي هتعمله ان هي هتخليك انت ومراتك تاكلوا يوم، هتاكلوا مثلا وجبتين عربي سوري، خلاص كسرنا 300 جنيه. لو هتاكل
نص فرخه ونص فرخه، وجبتين نص فرخه لكل واحد فيكم، انتوا كسرتوا ال 500 جنيه. المبلغ نفسه ما عملش حاجه كل شهر، ولكن على الكومباوند افكت او المدى الطويل انت عملت كومباوند، كل مبلغ على مبلغ، كل مبلغ على مبلغ، وبتشغلهم في حاجه ليها قيمه. لازم ناخد بالنا ان الاسهم زيها زي العقارات زي الذهب، هي حاجه ليها قيمه بتكتسب قيمه مع الوقت. اللي كان حاطط جنيه في 20 سنه في شهاده مش زي اللي حاطط جنيه في اسهم من 20 سنه. برضو النهارده الاثنين كل حد لوحده حاجه، ولكن برضو انت لازم تبص ان انت كنت كل شهر بتحط 500 جنيه لمده 20 سنه. ال 500 جنيه ما فرقتش معاك قوي كل شهر، ولكن فرقت على المدى الطويل بعد 20 سنه لاولادك. فانت ممكن تعمل حاجه لاولادك من غير ما انت تبقى راجل ملياردير اصلا. فلو حتى هنفترض ان احنا هنمشي على اسوأ سيناريو، انت ما خسرتش حاجه. انت سبت لاولادك بعد 20 سنه 7 مليون جنيه، 7 مليون جنيه ساعتها هيبقوا برقم. ليه؟ لانك انت اصلا طول ال 20 سنه دي انت مش حاطط لهم في دفتر في البنك، لا انت بتحط لهم في حاجه ليها قيمه، الاسهم. والاسهم من احسن الحاجات هي والذهب طبعا اللي انت ممكن تسيب فيها فلوسك للمدى الطويل جدا. تقعد تشتري كل شهر، تقعد تشتري كل شهر وانت سايبها 20 سنه. عايز تقيسها، قيسها على اللي اشترى ذهب من 20 سنه والنهارده كل شهر كان بيشتري ذهب، هتلاقي النهارده مجمع فوق ال 300 ولا 400 مليون جنيه. فالحاجه اللي احنا عملناها في فيديو النهارده يا جماعه اسمها كومباوند افكت. كومباوند افكت دي ان انت بتمشي خطوات صغيره، ولكن على المدى الطويل انت خدت شوط طويل جدا. فالحاجات دي ممكن تفرق معاك على المدى الطويل زي ما قلت من شويه. وما تفكرش في الوجبتين نص فرخه اللي انا لسه قايلهم من شويه. يعني سيب حاجه لاولادك، ولادك يقول لك سلام، ده بابا ساب لنا حاجه بعد ما مات، ولا بابا ساب لنا حاجه عموما مش لازم يكون مات. احسن ما تفتكر زمان لما كانوا بيقول لك ده ابويا راح حفله ام كلثوم او جدي راح حفله ام كلثوم وما اشتراش حته الارض اللي في المعادي بربع جنيه. فاهم؟ يعني هي نفس الموضوع ده. قيسوا على نفسك دلوقتي كمان 20 سنه، ايه اللي هيتقال كمان 20 سنه؟ ده انت سبت لاولادك اسهم. الاسهم دي اللي وقت جدي ما كانتش موجوده او كانت لسه جديده، دلوقتي بقت حاجه عاديه، الناس كلها ممكن تشتري اسهم. فيديو النهارده هدفه ان انا اتكلم معاكم شويه في المواضيع اللي تخص الاستثمار على المدى الطويل، وفكره ان انت تعمل خطوات صغيره في الاستثمار. مش لازم تبقى انت راجل ملياردير عشان تخش الاستثمار، انت ممكن تبقى راجل على قدك، ممكن تبقى راجل متوسط وتخش الاستثمار بطريقه ذكيه من غير ما تجهد نفسك. هدفي في القناه بتاعتي او الرساله بتاعتي اللي انا بقدمها في القناه ان انت مش لازم تخش الاسهم كمتداول بقى، تقعد تاخد الاسهم وتقعد تسهر وتقعد تضارب في البورصه. لا، هدفي ان انت تتداول او تخش البورصه او تضارب في البورصه او تستثمر في البورصه للمدى الطويل من غير ما توجع دماغك، وفي نفس الوقت بتعمل حاجه ليها قيمه بعدين. الناس اللي سمعت كلامي من حوالي سنه ونص لما كنت نزلت فيديو الاسهم او فيديو الصناديق، النهارده كل واحد فيهم عامل 90% اللي سمع كلامي. عملت في اقل من سنه ونص 90%. ايه في مصر عمل لك 90%؟ ده الموضوع اللي انا بتكلم فيه، ان انت مش لازم تسترس نفسك، مش لازم تبقى عندك خبره ماليه فظيعه عشان تفهم الحاجات دي، وفي نفس الوقت انت مش لازم تحط مبلغ ضخم. انت ممكن بس كل اللي انت تعمله ان انت تعمل سكيل معين لحاجه انت بتشتغل فيها، وبتحط منها مبلغ كل شهر في البورصه، او بتحط مبلغ كل شهر ان انت تستثمره للمدى الطويل. لعل ده يفرق معاك او يفرق مع اولادك بعدين كمان 20 سنه. ولو شفتني لسه بعمل فيديوهات، او ربنا يعني يطول في عمري وشفت الكومنت بتاعك، او لو ربنا مثلا خلاص مشيئه القدر بتاعته ان هو طلعت له باذن الله تعالى، فانت كده يعني تفتكرني كده تقول لي يا سلام، مصطفى هو اللي قال لي اعمل واحد مصطفى هو اللي قال لي اعمل 1 2 3، ربنا يبارك له. تدعي لي كده عشان الدعوه هي اللي هتنفعني في كل ده. ربنا يدينا الصحه يا رب، ونشوف بعض كمان 20 سنه والفيديو ده يكون لسه موجود على اليوتيوب. يعني ان شاء الله هيبقى لسه موجود، وان شاء الله لسه هكون بعمل محتوى. يعني هكون راجل 46 كده، يعني هيبقى الموضوع حلو. يعني نيجي بس قبل ما ننهي الفيديو النقطتين. النقطه الاولى ان انت ممكن يجي على بالك فكره ان انت بتقول ما هو ممكن الاسهم او الصناديق دي بتخش في حاجه زي مثلا اذون الخزانه. الحقيقه ان هو الصندوقين دول بيحطوا بنسبه كاش اعلى 5%، ماكسيموم 5% من الصندوق، و95% بتبقى جوه المؤشر. فال5% دول بيبقى منهم حاجتين، حاجات بتتحط اذون خزانه، وحاجات بتبقى اسمها كاش، بيسيبوا معاهم كاش للي عايز يخرج بره الصندوق، بيدوا له فلوسه ويخرجوه. ولكن نصيحتي خرج بزياده نسبه تطهير. لو انت بتدي فلوس لاولادك بعد 20 سنه، خرج من الفلوس 5%، بس ده اللي انا عايزه منك. وطبعا الرقم ده اجتهادي، ممكن اكون غلط ممكن اكون صح، ولكن احنا بنجتهد وناخد بالاسباب. حط نسبه تطهير تكون مناسبه مع المبلغ كله. يعني انت مثلا عايز تحط 5% حط، عايز تطلع 10% حط، المهم ان هي بنيه ان انت بتتبرأ من اي حاجه مش هترضي ربنا. والنقطه الثانيه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها ويعتبر الاخيره في الفيديو، طلع فلوس لله كل شهر من المبلغ ده. يعني مثلا لو انت هتطلع لاولادك كل شهر 500 جنيه، مش هيضر في حاجه ان انت تطلع 100 جنيه لله، تطلعها لحد ممكن يكون النهارده مش لاقي ياكل عياله، ممكن تفرق معاه هو وهيدعي لك وهيبارك في رزقك، لان احسن تجاره هي التجاره مع ربنا زي ما احنا عارفين. اظن فيديو النهارده خلص، ما حبيتش اطول عليك، او اظن ان انا طولت. انا طولت. فحابب اختم الفيديو بنصيحه الفيديو النهارده، والنصيحه دي ليا قبل ما تكون ليك. فيعني مش بعمل ان انا مثالي عليك، بالعكس انا اول خطائكم. فخلينا نقول النصيحه دي على العامه، اقولهم ليا. لو انت ما بتصليش
حاول تركز في صلاتك وحاول ترجع لها. الصلاة كلها على بعضها 17 ركعة في اليوم، مش هياخدوا في ايدك ساعة بالكتير في اليوم كله، فمش مستاهلة ان انت تضيعها عشان حاجة تافهة، حاجة ممكن انت مثلا تبقى بتلعب على الموبايل وما صليتش. الكلام ده ليا. وانت متخيل ان الخمس صلوات بمجموع 17 ركعة دول اول حاجة هنتسأل عليهم في القبر، فانت مش مستاهل ان انت تضيع اخرتك عشان دنياك وعشان ان انت ماسك الموبايل بتسكرول عليه. عادي كنت في مشوار شفت جامع فاتح خش، عادي كنت في البيت وحاسس ان انت تعبان صلي وارجع نام، او صلي وارتاح. انت خلاص بقى خليها راحة ان انت صليت وفي نفس الوقت ارتحت. ما تضيعش صلاتك عشان حاجة ملهاش لازمة. الكلام ده يا جماعة والله انا بقوله ليا قبل ما يكون ليكوا، لان انا ببقى مقصر وبرجع انتظم، برجع اقصر تاني وبرجع انتظم. فان شاء الله ربنا يدينا الهدايه يا رب. ويعني حاجه زي الصلاه دي مهمه، حاجه زي الصلاه دي عمود دين، يعني ده عهد بيننا وبين ربنا، لو اتنقض اي عمل تاني بعدها ملوش لازمه. فانا بقول الكلام ده كل اخر كل فيديو، او النصيحه دي بقولها اخر كل فيديو. ليه؟ عشان ممكن حد يكون محتاج يسمع الكلام ده، حتى لو واحد بس بيشوف الفيديو ده الكلام ده فرق معاه، انا كده عملت اللي عليا، حتى لو الشخص ده هو انا. فربنا يهدينا ويثبتنا جميعا ان شاء الله. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او كومنت بالحاجه اللي انت حبيتها. ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. عايزين كده ان شاء الله نوصل 100,000 قبل ما السنه تخلص، فربنا يبارك لنا كده يا رب ان شاء الله ونوصل لها. عايزين الدرع، عايز احط الدرع هنا، او عايز احطه هنا مكان ده، هنا كده. ده هيبقى حلو قوي. فان شاء الله ربنا يبارك لنا ونوصل او يوفقنا برضه ونوصل للرقم ده قبل نهايه السنه. ربنا يرزقنا بحلاله ويفتح لنا اوسع ابواب الرزق من حلاله يا رب ان شاء الله، ويبعدنا عن الحرام ويكرهنا فيه، لان الفلوس الحرام دي ممكن تدمر اي حد وتدمر اعمال اي حد. فربنا يغنينا يا رب بحلاله ويبعدنا عن حرامه. شكرا. انا مصطفى ودي سوردي.